يا صباح الجمال حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى هنعمل اسبونج وهنعمل احلى تورته. باربي. ممكن تعملوها في اي عيد ميلاد بقى اولادك، او حتى لو انت مش شغاله اوردرات. حلوه جدا 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 وسهله وبسيطه. وانا النهارده ان شاء الله هعملها، هعمل تورته عيد ميلاد دي لبنتي. كملت سنتين، فانا النهارده قررت ان انا هعملها بقى بنفسي في البيت. بتزيين بسيط جدا جدا. وكمان هيطلع الشكل كأنك شارياه من بره جاهز. مقادير سهلة وبسيطة من أول الإسبونج لحد التزيين. هنعمل النهاردة المقدار بتاعنا يكفي صينية مقاس 26، ممكن أصغر ممكن 24، لكن مش أكبر، يعني 24 26. أنا المقدار ده هعمله على مقدارين. يعني هقسم المقدار على مرتين عشان خاطر العجان بتاعي صغير. انت لو العجان بتاعك كبير حط المقدار كله مرة واحدة. هقولك المقدار اللي انا هحطه ايه. تمام. المقدار كامل: 6 بيضات، كوب سكر فانيليا، معلقتين كبار خل، معلقتين كبار محسن جل، نص كوباية مية متلجة، كوبايتين وربع دقيق عادي خالص، معلقتين كبار نشا، معلقة كبيرة كيك شيف. انا بقى هفصل المكونات دي على مرتين. حطيت 3 بيضات، نص كوباية من السكر، فانيليا، معلقة كبيرة خل، معلقة كبيرة محسن جل، ربع كوباية مية متلجة، مية ساقعة يعني. وكمان هنا عندي كوبايتين وربع دقيق عادي، فانا هحط كوباية وربع الاول دقيق. تمام، على اول مقدار كوباية وربع ومتاخد منيها معلقة. تمام. او يعني كوبايه وربع الا حاجه بسيطه، يعني زي ما يكون متاخد منيها معلقه. ومعلقه كبيره من النشا. وهحط نص معلقه كيك شيف او معلقه صغيره كيك شيف. دي مقاديرنا كلها بتاعه المقدار الواحد. حابه العجان بتاعك هيكفي ان انت تحطي ال6 بيضات مع بعض، مقدار ال6 بيضات مع بعض حطيهم مع بعض، مفيش اي مشكله خالص. تمام. حتى لو هتضربي بالمضرب الكهربائي حط ال6 بيضات مع بعض، كده كده هتحطي في طبق كبير وهتضربي الكمية كلها مع بعض. ماشي. حطيت بقى المقدار بتاعي اللي هو 3 بيضات، نص كوباية من السكر، فانيليا، معلقة كبيرة خل، معلقة كبيرة محسن جل، ربع كوباية مية، كوباية وربع الا معلقة دقيق، معلقة كبيرة من النشا، معلقة كبيرة او نص معلقة كبيرة من الكيك شيف او معلقة صغيرة من الكيك شيف. تمام. حطيتهم كلهم مع بعض واديت لهم تقليبة كده بالمضرب اليدوي، وبعد كده حطيتهم في العجان لغاية العجان يضرب معايا على السرعة عالية لغاية ممكن من 4 دقايق ل5 دقايق، لغاية ما نوصل للقوام اللي هو ده، عامل زي قوام الكريم شانتيه كده، او ممكن اخف شوية. اول ما نوصل للقوام ده خلاص على كده. تمام. خلاص كده المقدار بتاعنا زي الفل. هنا بقى كان هجيب صينية مقاس 26، ودهنتها سمنة وكمان غلفتها بورق الزبدة. ورق الزبدة ده بيسهل عليا حاجات كتير جدا، بيسهل عليا ان انت لما تيجي تشيليها من الصينية هتطلع بسهولة. بيسهل عليا كمان لما تيجي تشيليها من على الكيكة كده بتطلع حلوة قوي، وكمان بتحفظ الكيكة معاكي لغاية لما تبرد. هنا بقى هنزل بقى بكمية المقدار ده بعد كده لغاية او هسويه في الصينية لغاية لما اعمل نص المقدار التاني. انا المقادير دي كلها هسيبها لكم في صندوق الوصف. آه، هسيبها لكم في صندوق الوصف. مقدار الكامل بتاع ال6 بيضات. انتي زي ما قلت لك ممكن تقسميه، ممكن تحطيه كامل لو انت العجان بتاعك كبير، او هتضربيه بالمضرب اليدوي، المضرب الكهربائي اسفه. لكن ما ينفعش في المضرب يدوي. السبونج لازم يا عجان، هيبقى افضل، يا اما مضرب كهربائي. تمام. هنحط نفس المقدار اللي احنا حطيناه الاول: 3 بيضات، نص كوبايه سكر وفانيليا، كبيرة من الخل، وكمان معلقة من المحسن الجل، معلقة كبيرة مليانة، وربع كوباية مية متلجة، وكوباية وربع دقيق، ومعلقة كبيرة نشا، ونص معلقة كبيرة من الكيك شيف او معلقة صغيرة من الكيك شيف. وبنخل الدقيق، اهم حاجة ان انت تدخلي كوباية
كوبايتين وربع الدقيق اللي انت هتحطيهم على المقدار كله تنخليهم كويس قوي. ده كمان بيساعد معاكي ان الاسبونج بتاعك يطلع هش وجميل. والخل كمان. هضرب بقى، هخلط المكونات دي كلها الاول خالص مع بعض قبل ما اضرب في العجان. بعد كده هنضرب بقى في العجان نفس اللي احنا عملناه المرة الاولى، هنعمله في المرة التانية برضو لغاية لما نوصل للقوام اللي انا وريته لكم في المرحلة الاولى. تمام كده. يبقى المقادير بتاعتنا سهلة خالص. اخر مرة هقول لكم المقادير: الست بيضات كاملة، 6 بيضات، كوباية سكر، فانيليا، معلقتين كبار خل، معلقتين كبار محسن جل، نص كوباية مية متلجة، كوبايتين وربع دقيق عادي، معلقتين كبار نشا، معلقة كبيرة كيك شيف. والمقادير برضو هسيبها لكم في صندوق الوصف. المقدار ده يكفي معاكي صينية مقاس 26 و 24. تمام. 24 هتطلع عالية شوية، ال26 هتطلع حلوة برضو. هي مقاس 26 حلو. عايزة تعمليها عالية اعمليها في مقاس 24 او 22. تمام. ما تعمليش في اكبر من كده. هنا نزلت الخليط التاني وسويته بالمنظر ده كده. وجبت الخلة الكبيرة وابتديت ان انا اعمل الوش كده اسويها واطلع اي فقاعات هواء فيها. ما بحبش اهبط الصينية هدتين على الرخامة خالص، بحسها ان هي بتهبط. تمام. فانا بتجنب الكلام ده. ممكن تهبط ممكن لا. طب ليه؟ طب انا بروح عامله ايه؟ بعملها بالخله كده وخلاص، على كده بيطلع شكلها حلو ومش بتهبط معايا. حابه تعمليها هبدتين على الرخامه براحتك، بس انا ما بعملهاش كده بصراحه. هتحطيها بقى على فرن درجه حراره 170 مسخناها قبليها بربع ساعه. في رفل وسطاني هتاخد معاكي من 40 ل 45 دقيقه على حسب الفرن بتاعك، تطلع معاكي زي الفل. على ما تستوي بقى هنعمل الكريم شانتيه. اول حاجه حطيتها كوبايه من الكريم شانتيه الخام المتحده. آه، تمام. وحطيت عليها كوبايه ونص من الميه المتلجه، او ممكن لبن حليب يعني براحتك خالص. انا حطيت ميه وبس كده. هحطها بقى في العجان برضو تضرب. انا هعمل مقدارين، هعمل كوبايتين كريم شانتيه، بس انا بحط كوبايه كوبايه عشان خاطر زي ما قلت لكم العجان عندي صغير، فيا دوبك هتملى العجان دي معايا. فخلاص على كده هنفضل نضرب فيها كويس قوي لغايه لما القوام بتاعنا هوريه لكم دلوقتي. قوام الكريم شانتيه الصح ايه؟ ان هو ما يقعش منك من البوله بعد ما يتضرب ويعلى خالص ويعمل فوم عالي كده. اهم حاجه لو ما يقعش منك من البوله. لو حسيتين ان هو هيسقط منك من البوله، يبقى هو كده محتاج ان هو يتقل اكتر من كده. تمام كده. ان هو سايل شويه او خفيف. تمام. شايفين ملا البوله ازاي؟ ملاها جدا. فانا لو كنت حطيت كوبايتين كان مش هينفع معايا. شايفين القوام بتاعي تقيل ازاي؟ حلو قوي. كده كوبايه من كريم شانتيه عليها كوبايه ونص او كوبايه وربع من الميه. ماشي. حطوا كوبايه وربع الاول واضربيها وشوفي. اهو قلبتها لكم ووقعتش كده. القوام بتاعنا مظبوط. هفضيها بقى في بوله بلاستيك كده عندي، او اي بوله عندك، او اي طبق. وحطيها غطيها كده وحطيها في التلاجة لغاية لوقت التزيين. تمام. انا بحاول اخلص حاجتي كلها عشان وقت التزيين. يعني انا الكيكة دي التورتة عملتها الصبح وزينتها بالليل. فممكن تعمليها قبلها بيوم، ممكن تعمليها بالليل وتسويها تاني يوم براحتك خالص. هي فاهم حاجة بيبقى افضل عشان ما تفرولش منك وما تتقطعش. هنحطها بقى في التلاجة. وعملت نفس المقدار التاني برضو بتاع الكريم شانتيه، حطيته في التلاجة برضو. هنا الكيكة بتاعتي اخدت 40 دقيقة ل 45 دقيقة وطلعت بالجمال ده. شايفين علوها ازاي؟ بسم الله ما شاء الله عليها، حلوة قوي. انا مش هقرب منها، هي دلوقتي سخنة. هسيبها على الرخامة بقى لغاية لما تبرد تماما. بعد كده هنشتغل فيها، هوريكم هنشتغل فيها هنعمل ايه. تمام. انا المهم مش هقرب منيها خالص دلوقتي. هسيبها لغاية لما تبرد تماما وهرجع لكم تاني. هنا بقى كان خلاص عملتها الصبح وده كان بالليل كده. يعني عدى وقت كافي وكانت بردت تماما. قلبتها من الصينية وابتديت اشيل الورق الزبدة من عليها. تمام. شايفين بتتشال بكل سهولة ازاي؟ والكيك معانا هش جدا وجميل جدا وعالي، مفيش اي مشكلة فيه خالص. جربيها بنفس المقادير دي، ولا دقيق سبونج بقى ولا اي حاجة خالص. حتى لو انت عاملة مشروع جربيها بجد. طعمها والله العظيم تاني كان طعمها زي الجاهز واحلى كمان. على الاقل انت عارفة انت عاملاها ازاي في البيت.
شايفين العلو بتاعها؟ شايفين الوش بتاعها جميل ازاي؟ ولا هبطت ولا اي حاجة، المكونات مظبوطة جدا. آم، مقدار 26، مقاس 26 ده المقدار بتاعها بتاع الست بيضات ده، جميل جدا بجد. جربوها مش هتندموا. يلا بينا بقى نقطعها. اول حاجة هشيل الوش كده بالسكينة منشار. تمام، هنشيل الوش طبعا احنا عارفين السبونج بتاع الفانيليا، البيض كله، زفارة البيض كله بتبقى طالعة في الوش. تمام، يعني الحتة اللي بتبقى في الوش الناشفة دي كل ده بيض، زفارة البيض. فاحنا بنشيلها خالص عشان خاطر ما تحسيش وانت بتاكلي التورته او الكيك ان انت حاسه بزفارة بيض فيها. تمام، فاحنا بنشيلها، مش بنبقى محتاجينها، وغير كده بتبقى ناشفه، مش هتنفع معانا في التزيين بتاع التورته. هتلاقي التورته معاكي ناشفه. طب ليه؟ اي حاجه ناشفه في الجوانب او في اي حاجه بنشيلها، بتتشال معاكي بسهوله خالص. اهم حاجه يعني يكون السكينه بتاعتك منشار، يعني فيها منشار كده زي اللي انا بستخدمها دي، او صغيره عادي خالص. برضو ابتديت اشيل اي حاجه ناشفه كده في الجناب. شايفين؟ بنزلها كده على الرخامه، بعد كده هنضف الرخامه في الاخر. بس كده. شايفين اهو كده شلت الوش خالص. هنبتدي بقى نقطع الكيك لطبقات، هقطعه بقى بالمنشار. المره اللي فاتت عملت تورته ما كانش عندي منشار، فالمره دي بقى جبت المنشار، فهنقطعه بالتساوي. عملته على رقم 9، وابتديت ان انا اقطع. الطبقة بتاعتي كانت تخينة شوية على رقم 9. تمام، اهو شايفين؟ يعني سمكها ممكن سنت ونص، فعملت معايا 3 طبقات حلوين. حابة بقى ان انت ترفعيها عن كده، بتقللي بقى السمك بتاعها، ممكن تعمليها على 4 طبقات. هي عملت معايا 4 طبقات، بس الطبقة الأخيرة دي ما كانتش مسوية قوي معايا، فانا شلتها، حطيتها في كيس مع بواقي الكيك، حطيتها في كيس كده في الفريزر. بعمل بيها ايه بقى؟ بطلعها في يوم كده، عايزه مثلا اعمل كبات، اعمل اي حاجه، بطلعها من الفريزر واسيبها تفك، واعمل بيها احلى كبات جاتو. بتبقى حلوه جدا 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 من بواقي الكيك كده، وبتطلع حلوه قوي. فانا شلتها وهعمل الكيك التورته بتاعتي اللي انتوا شفتوها في اول الفيديو من 3 طبقات دي. بس شايفين الهشه ازاي وطريه جميله قوي. اهم حاجه ما تشتغليش في التورته بتاعتك او السبونج بتاعك وهو سخن، هيفرول منك. فسيبيه يبرد تماما، هتلاقيه طري جدا معاكي زي كده. حطيت، جبت الاول خالص نفس الصينيه اللي انا عملت فيها مقاس 26، جبتها وحطيت فيها كيس تلاجة عادي خالص، فتحته وحطيته كده، وابتديت احط اول طبقه اللي هي قاعده الكيك يعني. وابتديت ان انا احط سقيتها سبونج، اسفه، سقيتها سيرم خفيف، سقيت الاسبونج سيرم خفيف، وابتديت احط كريم شانتيه طبقه كده سميكه شويه، عشان انا حابه ان انا لما اجي اطلعها واقطعها، او لما اجي افنشها، تبقى ان هي طبق الكريم شانتيه باين كده ان هو طبقته حلوه. فحطيت كميه كريم شانتيه كويسه قوي. تمام، وهحط الطبقه التانية وبرضو هسقيها بنفس الكلام بسيرم خفيف. السيرم الخفيف ده انا عملته ازاي؟ حطيت نص كوباية سكر عليهم كوباية مية، نص كوباية سكر عليهم كوباية مية، عليهم عصرة ليمونة أو فانيليا، وبتسيبيهم يغلوا يعني ممكن دقيقتين 3 أو 5 دقايق بالكتير قوي. وبعد كده خلاص على كده بسيبهم يبردوا، بحطهم في البتاع البلاستيك اللي أنا بسقي بيها دي، وخلاص على كده بحطهم في التلاجة بيقعدوا معايا بقى، وبسقي بيها أي تورت إن أنا اللي أنا عايز أعمل بيهم تورت. تمام، حطيت بقى الكريم شانتيه برضو على الطبقة التانية، وابتديت افرد كده. بحب احط كريم شانتيه زي ما قلت لكم طبقة عالية شوية. ليه بقى حاطه كيس البلاستيك تحت الكيك؟ عشان خاطر انا هحط الكلام ده قبل ما افنشه واحطه في التلاجة يمسك كويس اوي مع بعض، لما اجي اقلبه هيبقى سهل معايا في التفنيش ان انا افرد عليه الكريمة. هنا بقى حطيت صوص شوكولاتة كده، ده بجيبه اللي هو جيلي الشوكولاتة، بيبقى جاهز في اي محل استلزامات حلويات، بجيبه وبحطه على الكيك كده، بيبقى حلو جدا. وحطيت اخر طبقة بقى من السبونج، وهسقي اخر طبقة برضو سيرم كده خفيف. بس كده، كده احلى تورته ممكن تعملوها. هسيبها بقى في التلاجة. انا زي ما قلت لكم عملتها بالليل،
يعني انا كده خلاص اهو بقى قطعتها بالليل وسقيتها بالليل وحشيتها بالليل، هشتغل فيها بقى الصبح تجنيس. هحطها في التلاجة، وممكن تسيبيها نص ساعة في التلاجة بس تمسك نفسها او ساعة. وبعد كده هوريها لكم برضو دي تاني يوم الصبح. تمام. قلبتها كده من الصينية وشلت الكيس، شايفين ماسكة نفسيها ازاي؟ شايفين طبقة الكريم شانتيه ماسكة نفسيها وجميلة، وما اخدتش معايا اي وقت خالص. تمام. جبت بقى القاعدة اللي انا هقدمها عليها، اللي هي السودا اللي في ايدي دي، وهقلب الكيك ده عليها عشان انا القاعدة اللي فوق دي انا عايزاها هي اللي تحت. فانا حطيت شوية كريم شانتيه كده على القاعدة عشان تمسك معايا التورتة. تمام. وهعمل كده وهقلب التورتة عليها، وبعد كده هرجعها تاني على الدوار اللي انا هشتغل عليه. يلا بينا بقى نجنس ونفرد الكريمة بتاعتنا. كريم شانتيه بقى هنفرده كده عليها كلها. هجنسه طبقتين. الطبقة الاولى دي انا بلم بيها الفرافيت بتاعة الكيك، يعني لو في فرافيت على الوش، في فرافيت على الجناب، الكيك بيعاكي بيشقق ليه؟ عشان خاطر فرافيت الكيك ده. فانا بعمل طبقتين. الطبقة الاولى بلم بيها فرافيت الكيك، وبعد كده باحطها في الفريزر، ممكن تاخد لها نص ساعة ساعة بالكتير قوي في الفريزر، وبتطلعيها بقى كده تحطي الطبقة الأخيرة. وده اللي أنا هعمله دلوقتي. هسوي الأول خالص الكريم شانتيه الأبيض ده كويس جدا، وهلم بيه الكيك كويس قوي. تمام. بحط طبقة يعني ايه خفيفة كده، اللي أنا بلم بيها بس بواقي الكيك أو فرافيت الكيك، بس كده مش أكتر. تمام. بس تمام خالص كده. كده يعتبر ان انا ايه خلصت الطبقة الأولى. تمام. هنحطها في الفريزر زي ما قلت لكم. حطيتها بتاع نص ساعة في الفريزر، مش في التلاجة. في التلاجة هتقعد وقت أكبر. تمام. عشان خاطر تمسك الكريمة دي عليها. لما تمسك بقى الكريمة دي في الفريزر تيجي تطلعيها وتحطي الطبقة التانية بتاعة الكريمة، بتحسيها ان هي بتمشي معاكي بسهولة خالص. بجد بتمشي بسهولة جدا جدا جدا. تمام. بحاول اسوي بقى الحروف كده. بس كده كده يعتبر ان انا خلصتها. بس هحطها بقى في الفريزر وهرجع لكم تاني عشان نعمل الطبقة الأخيرة. هنا بقى جبت شوية الكريم شانتيه الفاضلين عشان اجنس الطبقة الأخيرة، وحطيت عليها عايزاها لون بينك عشان الباربي طبعا لون بينك. بس انا ما كانش عندي اللون البينك او الفوشيا، فكان عندي لون احمر. فابتديت احط نقطة نقطة كده لغاية لما وصلت للدرجة اللي انا محتاجاها. ما تحطيش مره واحده عشان هتبقى حمرا معاكي خالص. فانا ابتديت احط نقطه نقطه لغايه لما وصلت للدرجه دي. آه هغمقها شويه عشان هي مش باينه قوي. فهي بقت زي البينك الفاتح. يعني افتح من المفرش اللي انا بشتغل عليه ده، افتح درجه من المفرش اللي انا شغاله عليه. بس كده. عشان باربي بقى والكلام ده بيبقى لونه بامبا. بس كده بقى هنشوف بقى التورته هنجيبها من الفريزر بقى وهنشتغل فيها. انا بقى هحط في الساعه دي اللي انا سبتها في الفريزر، هحط برضو كريم شانتيه يمسك شويه في التلاجة. وبعد كده هنطلع الكيك بقى بتاعنا. هنا بقى كان خلاص عدى الساعه. جبتها من الفريزر والكريم كان مسك شويه. الكريم شانتيه يعني كان مسك شويه، فهحط الطبقه التانية. شايفين بقى؟ هوريكم ان هي بتمشي بكل سهوله. عشان خاطر الكريم شانتيه ماسك معايا. تمام. شايفين اهو بتتفرد بكل سهولة خالص. ما تخافيش الطبقة اللي انتوا شايفينها دي الكريم شانتيه مش خفيف. مش خفيف ولا اي حاجة. تمام. عشان خاطر بيتفرد كده لا، هو نفس الكريم شانتيه اللي انا جنست بيه، هو اللي انا حشيت بيه. هو كل حاجة. بس انا عشان خاطر بيتفرد بسهولة معايا عشان الطبقة اللي تحت ساقعة. تمام. طالعة من الفريزر. عشان كده بقولك سيبيها في الفريزر فترة حلوة، او في التلاجة كام ساعة كده. وبعد كده جنسيها في الاخر خالص واشتغلي بيها براحتك خالص. تمام. بس كده هسوي بقى برضو الجناب. بحاول ان انا اسويها براحة خالص. انا ما عنديش طبعا السكينة بتاعة اللي بيسوي بيها الكيك دي بتاعة التجنيس. فانا معايا السباتولا دي بتساوي برضو هي بتاعة كيك وكل حاجة. فبحب اسوي بيها برضو. وعندي كمان السكبر هوريهولكم دلوقتي، بلاستيك كده. فهسوي بيه
هحاول لكم شكل حلو قوي في الجناب بيه برضو. بس كده انا بحاول احط الكريمه الاول خالص، وبعد كده هشتغل هساوي بالبتاع البلاستيك. هوريها لكم ده، مش عارفه اسمها كويس اهو. دي ده بتجيبيها كده طقم مع بعض، بيبقى 4 مع بعض، بيبقى الحجم ده، وفي حجم اكبر وفي حجم وسط، وفي في واحده رابعه بقى مشرشره عريض، ومشرشره اللي هي رفيع. هشتغل بيها برضو دلوقتي، هوريها لكم. فبتبقى سهله خالص معانا. بس هي دي تمام. في الجناب بقى بحب اشتغل بالراحه خالص، بلف الدوار وانا ساندة البتاع البلاستيكه دي على القاعده السوداء دي، وابتدي اعمل نفس الكلام. شايفين اهو؟ ببتدي الف كده، بتديني الشكل الجميل اللي انتوا شايفينه ده. بعد كده بقى هنضف الدوار معايا في الاخر خالص، قبل ما ازينه في التزيين الاخير. بس الاول خالص هسوي الوش معايا بقى اهو. هنسوي الوش كويس جدا، ولو في حاجة في الجناب مش مسوية هنسويها برضو. كده كده الوش ده كله هيتدارى دلوقتي، عشان مع التزيين والكلام ده كده هيتدارى كل ده. بس حسيت بقى الجناب عايزة ضغطة تاني، فعملتها فنشتها كده خلاص. حابة بقى تحطيها في التلاجة شوية تاني، وبعد كده تزينيها براحتك، بس انا زينتها على طول في المرحلة دي، مش محتاجة بقى ان انت تحطيها تاني ولا الكلام ده خالص. تمام اهو. بس كده هنلف بقى الدوار بتاعنا، وهننضف الكريم شانتيه عشان خاطر التزيين الاخير بقى. هنحط فورماسيلا وهنحط حاجات. حابه بقى تعملي وردات بالقمع براحتك خالص. هنا بقى حطيت الباربي زي ما انتم شايفين كده، وحطيت رقم 2 ورا، لقيته مش حلو حطيته قدام. وابتديت ان انا الزق الستيكر بتاعي. بصي بتحطيه بالطريقه اللي تعجبك. كان عندي برضو شكل بلالين كده حلو، لونه بامبا برضو يليق مع باربي، حطيته. وكان عندي فراشات صغيره كده هحطها دلوقتي. فحسيت ان الجو ساده كده برضو مع الفراشات ومع الحاجات دي. فابتديت ان انا كان عندي فورماسيلا اللي هي مدوره صغير كده، شكلها حلو قوي، كانت لايقه جدا 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 على التورته. فحطيتها بجد، الفينش الاخير كان حلو قوي. وكمان التورته كانت طعمها لذيذ جدا جدا جدا. امشوا بس انتوا على المقادير صح، امشوا على المقادير مظبوط بالكوبايه زي ما انا عاملاه. حابه تمشي بالجرامات براحتك، بس انا بمشي بالكوبايه، بتبقى اسهل من الجرامات وادق من الجرامات. يعني مش ادق بالجرامات، بس انا بحب امشي بالكوبايه، بحسها اسهل على الواحد ان هو يمشي بالكوبايه احسن من الجرامات. تمام. وهنا ابتديت حطيت كده في الجناب فورماسيلا، وكمان في الحتت الفاضية اللي فوق دي فورماسيلا كده، اداها شكل خرافي. شايفين الشكل النهائي حلو ازاي؟ كأنك شاريها من بره، حاجة فخمة، حاجة بجد حلوة قوي. حابة تحطي صورة بقى الطفل براحتك. دي كانت كده تورته بتاعت بنتي، مع انها سنتين، بس فرحت بيها قوي. طعمها كان خطير كمان. والف هنا وشفا. لو عجبكم بقى الفيديو، عجبتكم التورته بتاعتي، وعجبكم برضو المقادير بتاعتي، وهتجربوها ان شاء الله، دوسوا لايك للفيديو واشتركوا في القناه، وسيبولي تعليق حلو بقى منكم تشجعوني فيه. ان انا اعمل برضو حلويات تانية معاكم، وتورت وحاجات تانية كتير جدا، واشكال تورت تانية برضو تزيين مختلف. ما تنسونيش بقى باللايك الجميل والاشتراك في القناه وتشجيعكم ليا، واشوفكم في رعايه الله في فيديو جديد.